اول حاجه محتاجين نعرفها عشان نركز، احنا ليه اصلا مش مركزين في الزمن اللي احنا فيه ده؟ السبب الرئيسي ممكن يكون التليفون. انت عارف بسبب المحتوى القصير، في دلوقتي دراسه طلعت بتقول ان الانسان ما يقدرش يركز على حاجه واحده غير 10 ثواني بس. وافتكر دي حاجه قليله جدا، 10 ثواني بس اللي ممكن تركز فيهم تركيز بجد على حاجه واحده. طيب ببساطه احنا بنقول ان التليفون هو المشكله، هو اللي مخلي تركيزنا مش كبير. طيب لو احنا استغنينا عن التليفون، هل ده معناه ان تركيزنا هيرجع تاني؟ اكيد لا، لان في حاجات تانية برضه بتأثر على التركيز غير التليفون. يعني رقم واحد هو ان انت تختار بيئتك، يعني تختار البيئة المناسبة اللي تشتغل فيها، البيئة المناسبة اللي تعمل فيها الحاجة بتركيز. كل واحد فينا اكيد بيحب مثلا يشتغل في بيئة معينة، في ناس بتحب مثلا الدنيا تبقى مترتبة، في ناس بتحب الصوت الهادي، في ناس بتحب ان هي مثلا تروح مكان مختلف عن المكان اللي هي فيه بحيث ان هي تقدر تركز اكتر. كل واحد عنده بيئة مختلفة عن التاني، ممكن تركيزه بيزيد فيها. فاحنا بنتكلم في نقطة ان عشان تزود تركيزك محتاج انك تختار البيئة المناسبة ليك. شوف البيئة المناسبة ليك ايه اللي انت اكتر حاجة بتركز فيها، وابتدي حاول ان انت تنجز المهمات بتاعتك. حاجة برضو مهمة جدا بتأثر عليك وعلى تركيزك هو انك تنظم وقتك. لما تنظم وقتك عقلك هيبتدي يفهم بالظبط هو محتاج يعمل ايه امتى، ايه التاسكات المهمة، ايه التاسكات اللي مش مهمة، ايه الحاجات فعلا المفروض تركز فيها بشكل كبير جدا، وايه الحاجات اللي ممكن ما يدفعش منك حجم التركيز الكبير ده. لما عقلك يفهم كل الكلام ده هيبتدي يوجه المجهود بتاعه او التركيز بتاعك صح في الحاجة اللي انت فعلا عايز تركز فيها او عايز تخلصها او عايز تعمل. فبالتالي لما بتنظم وقتك تركيزك بشكل او باخر بيزيد. ده غير انك كمان لما بتنظم وقتك عقلك بيبقى مترتب، تبقى عقلك فاهم بالظبط اللي انت محتاج تعمله. في طرق كتير جدا انك تنظم بيها وقت. رقم واحد ممكن نتكلم على التودو ليست. التودو ليست هتساعدك جدا ان انت تنظم وقتك، لانك بالتالي بتكتب كل الحاجات اللي عليك، كل المهام اللي المفروض تعملها، كل الحاجات اللي مطلوبة منك سواء كانت بقى مهمة او مش مهمة، بس تكتب كل الحاجات المطلوبة منك في ورقة او على التليفون او ايا كان. فبالتالي تبتدي تفرغ الافكار اللي عندك، تبقى عارف بالظبط ايه الحاجات اللي ممكن، ايه الحاجات اللي عليك مبدئيا، وايه الحاجات المهمة، وايه الحاجات اللي ممكن ما تكونش مهمة قوي ممكن تعمل لها سكيب، بس تبقى عارف بالظبط ايه الحاجات اللي قدامك. وفكرة اصلا ان انت يبقى عندك تو ليست وتعمل صح كده على حاجة، ده بيدي احساس حلو جدا ان انت انجزت وان انت فعلا يعني بقى فيه شوية من التقدم كده ان انت عملت حاجة. ده احسن بكتير جدا ما تبقى شايل كل الافكار والحاجات اللي عليك في دماغك. في الغالب ممكن ما تعملش حاجات كتير منها بسبب ان انت ممكن تكون بتنسى، يعني ممكن يكون افكار كتير جدا، ممكن يكون عليك حاجات كتير جدا. فالتودو لسه هتنظم الافكار اللي في دماغك، وكمان هتنظم لك وقتك بشكل كبير جدا. رقم اتنين هي حاجه ممكن تاخد منك مجهود شويه لكن هتسهل عليك قدام كتير جدا، وهي التايم بلوكينج. التايم بلوكينج هو ان انت بتقسم المهام بتاعتك على مدار اليوم بتاعك. فليكن مثلا ان انت راجل شغال 8 ساعات، فبتبتدي تحط ان انت مثلا بتصحى الساعه 8، بعد كده بترجع من الشغل مثلا الساعه زي مثلا 5. فبالتالي الوقت ده كله انت تبقى عارف ان ده وقت الشغل. تبتدي تقسم بعدها بقى المهام بتاعتك على الوقت المتبقي من اليوم. الساعة دي مثلا من 6 ل7 بتاعة الرياضة، من 7 مثلا ل8 بتاعة القراية، أو بتاعة مثلا انت في تاسك معين عايز تخلصه، في كورس معين محتاج تحضره. فدي ببساطة فكرة التايم بلوكينج، هو ان انت بتقسم المهام بتاعتك او الحاجات اللي المفروض تعملها على مدار اليوم بتاعك، وفي الغالب بتعملها لفترات طويلة. يعني ممكن تعمل حاجة مثلا لمدة اسبوع. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، هو احنا ازاي اصلا نزود تركيزنا؟ كنا اتكلمنا على حاجة مهمة جدا في الاول ان انت تختار بيئتك. نتكلم تاني ان مهم جدا ان انت تختار البيئة المناسبة ليك. ده فعلا بيأثر على تركيزك بشكل كبير جدا، وبتبتدي فعلا تزود معدلات التركيز. السوشيال ميديا فعلا هي اكتر حاجة بتأثر على تركيزك. للأسف المحتوى القصير دلوقتي، الريلز، اليوتيوب شورتس، التيك توك، الكلام ده كله بيخلي تركيزك قليل جدا. فحاول انك تنظم استخدام الحاجات دي بحيث ان انت ممكن تعملها وقت محدد في اليوم. ممكن ما تبقاش كل اوقات فراغك على طول سوشيال ميديا وسكرولينج. لا، حاول تنظم وقتك وحاول ان انت تحط لها وقت معين. ده طبعا ممكن يبقى صعب في الاول وياخد وقت، ولكن مره ورا مره تبتدي تنظم الاعتماد بتاعك او الوقت اللي بتقعد عليه على السوشيال ميديا. ده فعلا هيأثر عليك في المستقبل بشكل كبير، وفعلا هيزود معدلات تركيزك. تالت حاجة وهو ان انت تدرب عقلك انه يركز. لازم تدرب عقلك انه يركز. ده هتعمله ازاي؟
هتعمله ان انت هتشوف حاجة معينة بتعملها، حاجة بسيطة يعني، حاجة ممكن تعمل في وقت قصير، في دقيقة، في 5 دقايق، حاجة صغيرة جدا. تبتدي تركز على الحاجة دي ال5 دقايق دول أو الوقت اللي المفروض الحاجة دي تتعمل فيه. دايما هتلاقي إن عقلك بيبتدي يروح لحاجات تانية، بتبتدي تتشتت. ولكن كل لما تلاقي عقلك مثلا ابتدى يفكر في حاجة تانية، رجعه تاني وفكر في الحاجة اللي انت بتعملها. التمرين ده فعلا لو عملته كل يوم، ان انت تركز على حاجة معينة لمدة قصيرة، وبعد كده تبتدي تزود المدة واحدة واحدة، ده فعلا هيأثر على عقلك بشكل كبير جدا، وفعلا هيزود تركيزك. عقلك عامل زي العضلة، كل ما ندربه كل ما العضلة دي هتكبر وتبقى أقوى. فبالتالي كل ما تبتدي إن أنت تحاول تركز أكتر، تركيزك هيزيد ويبقى أحسن. أنا عن نفسي خدت التدريب ده، ابتديت أطبقه على الصلاة. الصلاة عندنا احنا بنصلي 5 مرات، فأنت هتعمل التمرين ده 5 مرات في اليوم. ففعلا أثر معايا جدا الصلاة، بقيت أنا أصلي بشكل أحسن، بقيت مركز فعلا في الصلاة وحاسس بالصلاة، وفي نفس الوقت برضو أنا تركيزي في العادي ابتدى يزيد. بقيت أقدر أركز فترات أطول على حاجات، يعني بقيت ممكن أقعد ساعة مثلا أتفرج على كورس أو حاجة من غير ما أزهق ومن غير ما أمل. فدي من الحاجات فعلا اللي هتأثر عليك، إن أنت تبتدي تركز، أو إن أنت تبتدي تتمرن إن أنت تركز على الحاجة دي. وآخر حاجة هنتكلم فيها، ودي نصيحة، إن هي حاجة واحدة بس كفاية. مش لازم تخلص كل التاسكات اللي وراك النهاردة، مش لازم تعمل كل المعجزات اللي انت حابب تعملها دلوقتي. اهدى، الدنيا مش هتطير، بالراحة كده، واحدة واحدة ابتدي نظم الحاجة اللي انت عايز تعملها، وخد حاجة حاجة اعملها، ما تاخدش كل حاجة مرة واحدة تعملها. شوف مهمة واحدة واحدة ابتدي يخلص. اخر حاجة حابب اتكلم فيها، ان كل حاجة بتيجي بالتدريب. لو انت ضربت نفسك مرة ورا التانية ورا التالتة، فعلا هتلاقي تحسن. مش عايزك تيأس لو ملقتش مثلا تحسن من أول مرة، لكن كل حاجة بتاخد وقت، وكل حاجة بتيجي التدريب والتكرار. ف يعني استعين بالله كده وجاهد نفسك،